يا ترى ايه اللي ممكن يحصل لو ركبت كاوتش العربيه البنزين في كاوتش العربيه الكهرباء في عربيه كهرباء ووفرت لك شويه حلوين؟ الكاوتشات اللي موجوده في العربيات الكهرباء فيها تكنولوجيا اعلى بكتير من الموجوده في العربيات البنزين، عشان كده سعرها اغلى من 20% او اكتر كمان من 20%. من التكنولوجيا دي مثلا ان العربيات الكهرباء وزنها اتقل بكتير من العربيات البنزين، فلازم الكاوتش بتاعك يكون بيستحمل الوزن اللي احنا بنتكلم عليه ده كله، اللود اندكس بتاعه يكون اعلى من الكاوتشات العاديه. وكمان عزم العربيه الكهرباء بيبقى حاضر من اول دوسه، كامل معاك من اول دوسه، ما ينفعش راكب كاوتش بيتزحلق. الكاوتشات بتاعت العربيات الكهرباء بيبقى فيها تماسك اكتر على الارض، وفي نفس الوقت اهم حاجه عندك في العربيه الكهرباء هو الرينج بتاع العربيه، فانت ما ينفعش يكون مركب كاوتش فيه مقاومه للطريق او فيه مقاومه او فيه احتكاك عالي. فالكاوتشات العربيات الكهرباء مقلل الاحتكاك مع الطريق. واهم نقطه في العربيات الكهرباء وهي الهدوء بتاعها، طبعا ما فيش صوت في الموتور، العربيه من جوه العزل بتاعها كويس جدا، فلازم كمان الكاوتشات يكون العزل فيها كويس جدا عشان ما يكونش مصدر الصوت الوحيد جاي منها. طبعا كل الحاجات دي هي اللي مخليه سعر الكاوتش العربيات الكهرباء اغلى بكتير من سعر عربيات البنزين، عشان التكنولوجيا اللي احنا قلناها ده كله بيناسب مع الهدوء والتكنولوجيا اللي موجوده في العربيات الكهرباء. قول لي بعد اللي انت عرفته ده كله، هتروح توفر وتركب كاوتش بتاع عربيه بنزين، ولا هتخليك في الصح وتركب كاوتش العربيه الكهرباء في العربيه الكهرباء؟